هناك آلية معقدة جداً سماها العلماء آلية المص أو منعكس المص. فالطفل بعد أن يولد لتوه خلال ثواني إن وصلت أصبع الممرضة إلى فمه يمصها، والمص آلية معقدة. يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء. ما في قوة في الأرض تستطيع أن تعلم هذا الوليد كيف يمص ثدي أمه لو لم يكن معه هذا المنعكس. لولا هذا المنعكس لما كان هذا الدرس، ولما كانت دمشق، ولما كان إنسان على وجه الأرض. أيضاً كل 500–600 ألف يأتي طفل ما عنده هذا المنعكس يموت من الجوع، ما في قوة تعلمه. تصور أب يخاطب ابنه الوليد لتوه: بابا الله يرضى عليك، لازم تضع شفتيك على حلمة ثدي أمك وأن تحكم الإغلاق تماماً وأن تسحب الهواء ليأتيك الحليب. شيء مضحك. لذلك أيها الأخوة، الكون فيه آيات مذهلة، فالاستثناء يؤكد القاعدة، الاستثناء يلفت نظرك إلى القاعدة، الاستثناء يشير إلى روعة عظمة الله عز وجل. فالإنسان اجتماعي، وأخطر مرض يصيب